السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل مع بعض كيكة جوز الهند الخفيفة الجميلة التحفة. زي ما انتم شايفين كلها جوز هند وبإمكانيات سهلة جدا، وجبت لكم أسهل الطرق عشان نعمل كيكة الرافاييلو بالطريقة الجميلة. بجد ريحتها وطعمها جميلة قوي، سهلة كلنا هنعملها. وجبت لكم أسهل طريقة رافاييلو أو كيكة جوز الهند. يلا بينا زي ما انتم شايفين كده على الفيديو، هنعمل مع بعض احلى كيكة جوز الهند، احلى رافاييلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين، مطبخ اكلاتي. ومن فضلكم اللي عدي على الفيديو نشترك وشير ولايك. نقول يلا بقى مع بعض مقادير كيكة جوز الهند او الرافاييلو. يلا سوري 4 بيضات تكون بحجم حلو، لكن لو صغير البيض هتبقى 5، بس انا افضل 4. واتنين من كوب الدقيق مثابة 250 جرام. كوباية من اللبن، حوالي يعني أو نشيل صبع كده منها 125. ومعانا تلت كوباية من جوز الهند، وكوب إلا ربع للي بيحب السكر الخفيف، وكوباية للي بيحب السكر يكون محلو، وكوباية زيت ذرة وبيكنج باودر وفانيليا. ومعانا طبعا شوية من الخل. أنا فضلت دلوقتي إن أنا أشتغل في العجان علشان أسرع شوية وأخلص بسرعة. إنما مفيش مشكلة لو عندك خلاط، عندك مضرب بيض، كله إن شاء الله هيسعف وهيقضي الغرض. هنضرب بقى البيض الأول سنة، فكته من بعض، وبعد كده هنزل عليه بالفانيليا وكوباية السكر للي بيحبها حلوة، اللي عايزها متوسطة كوباية إلا ربع. لو عندك يعني المحسن اوكي، هتحطي ربع معلقة كده لأنه بيديله هشاشة، وبتبقى الكيكة ناعمة وطرية زي نفس اللي أنا وريتهولك. ما عندكيش ما فيش مشكلة، ما تشغليش بالك. ضربتها كويس، وصلتها باللون الكريمي الجميل ده. هنزل عليها بكوباية الزيت، وهنزل بالسكر، بس السكر احنا نزلناه الأول طبعا. وأنزل باللبن الرايب. ما عندكيش لبن رايب بيكون لبن حليب أو زبادي. انا اللبن بتاعي كان النهارده اللي استخدمته في الكيكه لبن رايب وبالخل. يعني هتنزلي بكل السوائل على البيض والسكر، وهتضربيه ضربه حلوه حوالي 10 دقايق علشان خاطر ينسجم مع بعض ويديكي يعني اللون الكريمي، وتبقى تقيله كده. خلاص بعد ما ضربتها ابتديت انزل بقى بالمواد الجافه. نزلت بكوبايتين الدقيق وجوز الهند والبيكنج باودر، قلبتهم سنه كده على بعض، وهبتدي اضربهم ضربة خفيفة. مش هكتر اكتر من دقيقتين عشان ما نخرجش الهواء اللي احنا دخلناه. تمام. لكن لو انت عامله بالمضرب هتوقفي وبايدك كده على خفيف، او لو بالخلاط بتنزلي على المكونات الجافه وعلى اتجاه واحد زي ما احنا متفقين، علشان ما تبص منا ونخرج الهواء. انا طبعا عشان ما اضربهاش كتير يعني تميت كده الحكايه بتقليبه بسيطه. جبت صينيه دي حوالي 2 لا 24. عندك 22 اوكي، بس ما تزوديش 22، 24 بالكتير في المقدار اللي احنا هنشتغل بيه. دي معايا كانت مقدار 24، دهنتها كويس. حطيت ورقة زبدة بس عشان اقلل الحرارة او انها تتحرق او تتلسع مني، وهدخلها على فرن مسبق. ان هو انا مسخناه مسبقا درجة حرارة 140، حوالي اخدت معايا نص ساعة عبال بقى ما تستوي ان شاء الله. يلا بينا بقى نحضر الكريمة الجميلة، كريمة بالجوز الهند اللي هنبتدي نحشي بيها كيكة الرافاييلو أو كيكة جوز الهند أو الكوكونات. جميل. هنبتدي بقى نحط كوباية من الكريم جانتيه أو حوالي 200 جرام، ومعانا كوباية إلا ربع من السكر البودر، ونص كوباية من الماء المثلج متلجة، ولو فيها حبة من التلج طبعا بتبقى أحلى وأحلى. ابتدي بقى اضربيها بمضرب البيض كويس قوي لغاية ما تحسي انها تقلت واديتك القوام التقيل قوي الجميل. خلاص ضربتها كده جميل وظبطتها. يلا لو عندك بقى، انا دي كانت عندي كريمة لباني في الفريزر عشان كده غيرت لونها سنة، طلعتها. عندك قشطة اوكي، حطي عندك جبنة كريمي بدون أطعمة برضو اوكي، بتديكي طعم تحفة مع الكريم جانتيه. يعني لو ما فيش فأضعف الحدود ممكن تعملي بالكريمة اللباني، بس لو حابة التست يبقى عالي اعملي الإضافة اللي انت شايفاها أو التكة الجميلة مع
تلت كده من كوباية جوز الهند أو ربع كوباية، واضربيها كويس. تمام، حطيتها في التلاجة الكريمة. بصيت على الكيكة بتاعتي، اختبرتها زي ما احنا شايفين بخلة كده، لقيتها طبعا نضيفة، استوت جميلة جدا. خدت معايا حوالي 30 أو 35 دقيقة. بصي طرية وتحفة. طبعًا المُحسِّن والضرب الكتير عملها، بس أنا باشتغل فيها بقى وهي سخنة، فربنا يستر بصراحة. ففي التقطيعة بتاعتها أنا كنت مستعجلة عايزة أنهي الفيديو بسرعة، لكن أنتِ سيبيها تبرد علشان تتضبّط معاكِ. طبعًا وهي سخنة ما قدرتش أسيطر عليها، لكن على مين، بعد كده جِبت باقي القطعة في المنطقة الحتّة التانية من الكيكة ورجّعتها وضبّطت زي ما أنتم شايفين، وسقيتها باللبن الحليب. لو حابة إنِّك تحطّي سيرب ما فيش مشكلة، لكن اللبن الحليب طبعًا مع جوز الهند بيدّي طعم رهيب وحاجة كده تيست عالي جدًا علشان تطرى معايا وتبقى رطبة. ابتديت أنزل بقى بعد ما طلّعت الكريمة بعد نُص ساعة، نزلت كده في النُص على الكيكة وضبّطت الحتت اللي هي ما كانتش مضبوطة أو ما عرفتش أقطعها عشان سخنة، لكن أنتِ سيبيها تبرد واشتغلي فيها عشان ما تُقعيش في نفس الخطأ اللي أنا وقعت فيه. بس أنا مستعجلة، أنا باعرف أضبّط أموري، لكن أنتِ لو قطعت منِّك هتفتكري نفسِك احتجتِ، لأ، كل حاجة هتتضبّط زي ما أنتِ شُفتِ. دهنتِ الكريمة تمام، حُطّي بقى جوز الهند في النُص. ما تنسوش إنها كيكة جوز الهند، يعني ريحتها وطعمها كُلّه هيبقى جوز هند. هاتي بقى النُص التاني من الكيكة وغطّيها كده تمام، واقفليهم على بعض وابتدي نزّلي باقي الكريمة الموجودة، وابتدي بقى وزّعيها على الكيكة كويس أوي من كل ناحية. على فكرة إحنا ممكن نعمل الخطوة دي من غير ما نشُق، يبقى فوق الوش، بس أنا حبيت أزوّد قيمتها وإنها تكون طرية وأحلى وتدّيني شكل التورتة. ابتديت بقى أضبّطها زي ما أنتم شايفين كده. لو ما عندكيش أدوات التورتة عادي ممكن بمسطرة، بورقة دوسيه كده ناشفة. المهم أنا كل غرضي إن أنا عايزاها تكون متساوية ويكون فيها كده جوانب جميلة وعالية. وكان عندي من ضمن الأدوات كان عندي برضو اللي هي المشرشرة. ابتديت أديها بقى الشكل. بصي ما تشغليش بالك بالشكل، احنا بنديها بس تسوية. ولأن دي ما تعتبرش تورتة، يعني دي تعتبر كيكة جوز الهند أو كيكة الرافاييلو عاملة على تورتة شوية. فبتبتدي تضبطيها، فما تجيش على نفسك، هتطلع معاكي جميلة وحلوة بالألوان البيضة الجميلة. وخلاص وضبطتها ورشيت لها جوز هند. حبيت أكسر اللون شوية. لو انت عندك أي مثلا نوع من المكسرات، كان عندي لوز، ابتديت أظبطها كده بالشكل ده. ما عندكيش ممكن بتجيبي شوية جوز الهند بتحمصيهم وبتحطيهم من الجناب وتحطيها كده، مجرد بتكسري اللون شوية وبتدي شكل جمالي. تمام. وكان عندي شوية كده من الكريمة فضلت، حبيت أعمل كرات الريفايلو ورحت نازلة بيها كده وهنزل عليها بشوية جوز الهند. يعني أنا بعيش الكيكة جوز الهند الرافايلو بالشكل الجميل. وبصوا تحفة 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 خيال، ولا ريحة جوز الهند مع الكريمة. بجد والله جربوها هتعجبكم تحفة. يلا بقى نقطعها. بصوا بصوا سوفت وحاجة كده جميلة وبتتقطع وبتمشي السكينة فيها على طول. عايزة اوريكم بقى من جوه شكلها ايه. شكلها جميل قوي بجد، جربوها هتعجبكم التجربة الجميلة دي والكيكة اللذيذة، وهتقدروا تقدموها لضيوفكم. هتاكلوها مش هتجيبوا الحاجات الغالية، كل حاجة تكون موجودة في البيت بأقل الأثمان. شايفين بصوا ناعمة جميلة جدا وزي ما احنا شايفين. ويا ريت كده اللي شاف الفيديو وعجبه ما تنسونيش لايك وشير ونشترك ونفعل الجرس على الكل عشان ينزل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.